مراتي واقفه قدام القطر والناس متجمعه وبتقول لي طلقني. قلت له يا سيدي طلقها. قال لي ما هي المشكله ان دي الطلقه الثالثه وبيننا 4 اولاد وانا مش عايز اطلقها. اتصل بيا واحد وبيقول لي انا مراتي منكده عليا ومسممه عليا عيشتي وكل يوم مشاكل وخناقات وصراعات. وفي يوم اتصل بيا وقال لي مراتي واقفه قدام القطر وعايزه انا اطلقها والناس ملمومه علينا. وقلت له طلقها. قال لي دي الطلقه الثالثه ولو طلقتها بيننا 4 اولاد وانا مش عايز اطلقها. قلت له يا سيدي طلقها. وطلاق المكره لا يقع، وده انت في لحظه اكراه وبعد كده نشوف الموضوع ده. والدهانه كلمها، المهم قال لها انت طالق وخد الشيخ اهو اتكلمك والدنيا بقى قلق. فالست منهاره وبتعيط. قلت لها في انسانه عاقله تعمل في نفسها كده؟ طب هو انت مش طايقاه ومش عايزه تعيشي معاه؟ روحي اخلعيه او اطلبي الطلاق واتطلقي والموضوع ينتهي. قالت لي ما ينفعش. قلت لها هو ايه اللي ما ينفعش؟ قالت لي ده كان داخل مشروع وخسر كل فلوسه وانا والدي متوفي، فاتطلقنا على الورق وعملت ورق للمعاش علشان معاش والدها كبير، واخدت قرض بضمان المعاش علشان تسدد الدين اللي عليه. ولما سددت الدين اللي عليه جابت قرض تاني علشان يعمل منه مشروع ويصرف منه على البيت، وبقت هي تسدد القرض وتشتغل في المشروع. وبعدين اكتشفت ان هو متجوز عليها واحدة رسمي، يعني ام ولاده اللي بتصرف عليه وهي اللي واقفة جنبه، متجوزها عرفي على الورق وبفلوسها متجوز واحدة رسمي عليها. قلت له يعني انت اللي المفروض تروح ترمي نفسك تحت القطر. دي ست نكدية، دي ست بتاعت مشاكل، دي ست وقفت جنبك. لذلك بننصح اي حد لما تبقى في مشكلة وبتسمع من احد الطرفين لازم تسمع الطرف التاني قبل ما تكرر علشان تعرف الحقيقة فين وتقدر تحل المشكلة دي بكل انصاف وبكل عدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراتي واقفه قدام القطر والناس متجمعه وبتقول لي طلقني. قلت له يا سيدي طلقها. قال لي ما هي المشكله ان دي الطلقه الثالثه وبيننا 4 اولاد وانا مش عايز اطلقها. اتصل بيا واحد وبيقول لي انا مراتي منكده عليا ومسممه عليا عيشتي وكل يوم مشاكل وخناقات وصراعات. وفي يوم اتصل بيا وقال لي مراتي واقفه قدام القطر وعايزه انا اطلقها والناس ملمومه علينا. وقلت له طلقها. قال لي دي الطلقه الثالثه ولو طلقتها بيننا 4 اولاد وانا مش عايز اطلقها. قلت له يا سيدي طلقها. وطلاق المكره لا يقع، وده انت في لحظه اكراه وبعد كده نشوف الموضوع ده. والدهانه كلمها، المهم قال لها انت طالق وخد الشيخ اهو اتكلمك والدنيا بقى قلق. فالست منهاره وبتعيط. قلت لها في انسانه عاقله تعمل في نفسها كده؟ طب هو انت مش طايقاه ومش عايزه تعيشي معاه؟ روحي اخلعيه او اطلبي الطلاق واتطلقي والموضوع ينتهي. قالت لي ما ينفعش. قلت لها هو ايه اللي ما ينفعش؟ قالت لي ده كان داخل مشروع وخسر كل فلوسه وانا والدي متوفي، فاتطلقنا على الورق وعملت ورق للمعاش علشان معاش والدها كبير، واخدت قرض بضمان المعاش علشان تسدد الدين اللي عليه. ولما سددت الدين اللي عليه جابت قرض تاني علشان يعمل منه مشروع ويصرف منه على البيت، وبقت هي تسدد القرض وتشتغل في المشروع. وبعدين اكتشفت ان هو متجوز عليها واحدة رسمي، يعني ام ولاده اللي بتصرف عليه وهي اللي واقفة جنبه، متجوزها عرفي على الورق وبفلوسها متجوز واحدة رسمي عليها. قلت له يعني انت اللي المفروض تروح ترمي نفسك تحت القطر. دي ست نكدية، دي ست بتاعت مشاكل، دي ست وقفت جنبك. لذلك بننصح اي حد لما تبقى في مشكلة وبتسمع من احد الطرفين لازم تسمع الطرف التاني قبل ما تكرر علشان تعرف الحقيقة فين وتقدر تحل المشكلة دي بكل انصاف وبكل عدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.